بقت تحصل زلازل كتير جدًا. أنا فتحت فيديو كده وقُلت أتكلّم كده تلقائيًا. حصل وأنا باتصفح كده على الفيسبوك، فشُفت خبر لفنان مشهور وفنانة مشهورة ومش عارف إيه، وحصل ما بينهم إيه، وحد تاني اتدخّل وعمل إيه ومواضيع كده ودوشة. مش عارف الناس بيحصل معاها حاجات غريبة اليومين دول، لكن إحنا بنقول برضه بيحصل وكل زمن ليه برضه مشاكله وكل زمن ليه الحاجات بتاعته يعني، فمش عايزين نفسّر أوي يعني. بس حصل الزلزال، لما حصل الزلزال ده سبحان الله يعني بشوف حاجات كده غريبة. بنقول يا جماعة استغفروا ربنا واذكروا الله، مشوا كويس، اعملوا حاجات كويسة، بلاش تعملوا حاجات مش كويسة. بشوف حاجات برضو غريبة يعني. بتلاقي مثلا واحدة مثلا من اللي بيغنوا او بيرقصوا او كده، ما علينا يعني، غني ما فيش مشكلة، انت حرة، بس يعني يكون في شوية حشمة يعني. تلاقي واحد بقى شاب قال يعني داخل يشقطها، يعني يقول لها كلمتين وبتاع. يا عم هي مش هتعبرك، هي عايزة سوسو، ماشي، هي بس ده اخرها. وبعدين انت لو شفتها ثلاثة بالله العلي العظيم، انت لو شفتها من غير شوية البوهية اللي على وشها، والله هتقرف منها، اقسم بالله هتقرف منها، اقسم برب العزة. انا شفت فنانات او مشاهير او غيره يعني بيبقوا من غير ميك اب في الطبيعه، يعني في الشارع او غيره يعني. صدق انت ممكن ما تعرفهمش اساسا، يعني ما تعرفش ان دي هي دي، فبيبقى في فرق جامد قوي. ولو انت تعرف ان دي هي دي، انت هتقرف منها، انت مش هتبص لها يعني اللي هو. فربنا سبحانه وتعالى بيخلي في الواحده اللي هي، معلش انا هتكلم في الموضوع ده يعني، بيخلي الواحده اللي هي بتعري جسمها بقى، شغالها كذا او بتعمل او بتخلي، بيخليها بتبقى حاجه من اتنين. سبحان الله، ربنا يحفظنا ويحفظ الجميع ويكتب التوبه ليهم يا رب ويحفظهم من الشيطان ويرجعوا لربنا. بتبقى يا اما بتموت موته سيئه، يا اما بتعيش لما بتشوف الرجاله اللي كانت بتعمل عليها دي وبتتهافت عليها دي، بتعيش وتشوفهم بيبعدوا عنها وبينفروا منها. حاجتين هم. وانتوا برضو شوفوا اللي بيحصل يعني، ممكن تتابعوا شوفوا فلانه وعلانه مش عارفه ايه الكلام ده حصل معاها ايه، يا اما ماتت موته سيئه، يا اما بتعيش لحد ما تبقى كركوبه والناس كلها تقرف منها. ماشي. فيا عم يا سيدي الشباب، يا عم الرجوله، بلاش معلش يعني، بلاش تنساق ورا حاجات كده مش عارف ايه، وتقعد تكتب كومنتات بقى وبتاع وتتفرج والكلام ده كله، والله كله كلام فاضي يعني. معلش، احنا كلنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ولنا شهواتنا والكلام ده، شهوة الطعام وشهوة المش عارفه ايه وشهوة ايه، لكن برضو تحكم في شهوتك، لان ده انت بتاخد ثواب عليه. فعشان خاطر النبي اتقوا الله. ويعني حتى اليومين اللي فاتوا دول الزلازل بتكتر ومشاكل بتكتر وحاجات بتحصل كده. ربنا يحفظنا ويحفظ الجميع ويحفظ المستمعين يا رب. واذكروا الله كتير واستغفروا الله وارجعوا لله. اعمل اعمال صالحه. لقيت عمل مش كويس قدامك، حاجه حرام ما تعملهاش، حاول تمسك نفسك شويه، ما تعملش، تراجع بقدر الامكان يعني. دي نصيحه من اخ لاخواته. ومعرفش، انا اتكلمت في الفيديو ده كده وفتحت الكاميرا وقلت اتكلم الكلمتين دول، هم جم في بالي فقلت اتكلم مع الناس بس. وبطلب من حضراتكم انكم تشاركوني اي اراء او اي كلام، هل الكلام اللي انا بقوله ده صح، هل غلط، طب كان ممكن اقول ايه، كان ممكن ما اقولش ايه. يعني عايز ان انا اشارك مع الناس في الموضوع ده، لان انا بصراحه شايف ان في حاجات بتحصل كده، ناس من تحت قوي ما يعني، يعني من الاخر ناس ملهاش، يعني ملهاش معنى في الحياه. زي مثلا معلش مع احترامي الشديد لكل شخص باسمه، مطربين المهرجانات ومش عارفه ايه، بتلاقيه ما يعني معلش بيعمل حاجات كده تافهه، وبعدين تبص تلاقيه ظهر ومعاه فلوس وبتاعه بيتظاهر بالفلوس بتاعته. لدرجة ان انا والله العظيم والله العظيم شفت فنان كبير او ليه اسمه قديم بيبوس ايد عيل من العيال اللي هي بتاعت المهرج، بيبوس ايده. ايه يا عم اللي انت بتعمله ده، يا عم انت اتجننت في عقلك ولا ايه؟ انت بتعمل كده ليه يا عم؟ ابو اللي ابوه، ابو اللي اي حاجه بقى، بس ما اعملش كده، ما تعملش كده، انت بتعمل كده ليه، عشان ايه يعني؟ مش فاهم. فيا جماعه خلوا بالكم يا جماعه، والله العظيم ان في ناس كتير قوي بتجري ورا حاجات غريبه وبيعملوا حاجات غريبه كده، مش عارف لها تفسير بصراحه. عايز اشارككم والله الكلام ده، بس انا نفسي اتكلم براحتي، بس موضوع الكلام في فيديوهات كده بيبقى برضه ما بحبش اجيب اسامي ناس او اتكلم في حاجات ما تخصنيش او كده. بس نتكلم بالعموم يعني، انا بتكلم بالعموم. ف وبتلاقي سبحان الله بقى، تلاقي العالم بقى اللي هو بس حد عالم، ربنا سبحانه وتعالى مديله علم. وده طبعا مش غريب يعني، الانبياء عليهم السلام جميعا وقصصهم معروفة إن هم كانوا ربنا سبحانه وتعالى بيبعتهم برسالة للمجتمع بتاعهم أو للقوم بتاعهم، وكانوا بيكذبوهم ويعذبوهم ويعملوا فيهم حاجات، زي سيدنا إبراهيم القصة بتاعته لما خدوه رموه في النار. وسيدنا نوح لما كانوا بيسخروا منه لما كان بيصنع السفينة، وبعدين حصل قصص كتير، وسيدنا موسى وغيره، وسيدنا يحيى لما قتلوه،
وسيدنا عيسى في حاجات كتير في قصص الانبياء كلها بتقول الكلام ده، بتقول ان الناس الصالحين الناس ما بتصدقهمش، او الناس بتبعد عنهم وتقول لهم يا عم ما توجعوش دماغنا بقى وبتاع، والناس بتجري ورا الحاجات اللي هي الاعمال اللي انتوا فاهمينها. فبنسال الله السلامه، وربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا ويحفظ المستمعين، وان شاء الله ربنا ينجينا ويكرمكم، وعايزكم تشاركوني وان شاء الله خير. السلام عليكم.